فقدت انت كتير بوفاته. طبعا. طبعا. وهو انا والدتي ميته واختي رحمه الله عليها برضو، فهي الحكايه. بس طبعا ربنا يا رب يرحمه ويكون فخور بيا ان انا حاولت على قد ما اقدر، يعني اللي هو علمهولي واللي هو ربهولي. يمكن ده ممكن يعني الناس القريبين مني بس هم اللي طب ايه يعرفوا. الصفات الحلوه اللي خدتها منه؟ او لحضرتك انا هحكي لك حكايه ما حكيتهاش قبل كده. والدي كان موظف في شركه، فكان عنده شنطه فيها اقلام وحاجات كده وفيها حاجته. فانا كنت صغير زي اي حد مثلا في مدرسه، فعايز قلم رصاص. ففتحت الشنطه وقلت له يا بابا انا هاخد القلم. قال لي لا ما تاخدش القلم ده. فانا استغربت، قلم رصاص. راح مطلع لي ربع جنيه فاكر، وقال لي خد واشتري قلم زيه بالظبط. فانا استغربت، قلت له ليه يا بابا؟ قال لي عشان القلم ده مش بتاعي، ده القلم ده بتاع الشغل. اتعلمت يعني ايه حاجه مش بتاعتك ما تاخدهاش، ما تمدش ايدك لا. اتعلمت يعني ايه شرف، يعني ايه تبقى شريف منه. التربيه مشاهدات وانا اتعلمت كتير منه رحمه الله عليه ومن امي، بس هي ماتت بقالها كتير يعني. واتمنى ان هو يكون او مات وهو فخور بيا. انا اول مره اقول الكلام ده، بس يعني انا في لحظاته الاخيره انا ما كنتش قادر اكون موجود. ومراتي طبعا ربنا يكرمها ويعزها، هي اللي كانت موجوده في اللحظات الاخيره لي يعني. فرحمه الله عليه، وانا بقول له سامحني لو انا كنت قصرت او ما كنتش عنده حسن ظنك يعني. ربنا يرحمه. تسلم. ويسكنه فسيح جناته تسلم. والحقنا بيه على خير. امين يا رب. امين. الوالده دورها في حياتك ايه؟ العلاقه بينكم كان شكلها ايه؟ والدتي للاسف كنت انا في مرحله الشباب، انما انا اتعلمت منها يعني ايه صح ويعني ايه غلط. انتوا لا كم ده اخ صح. وكم اخت يعني؟ انا ليا اخت واحده رحمه الله عليها ماتت، وربنا يخلي ولادها 3 شباب